ايه الفرق بين عربيات الهايبريد وعربيات البلاجن هايبريد وعربيات الريف؟ الناس كتير بتتلخبط بينهم مع ان الفرق بينهم بسيط جدا. اولا العربيات الهايبريد العادية فيها موتور بنزين وموتور كهرباء، بس الكهرباء بتتشحن لوحدها من الحركة ومن الفرامل، يعني سيلف تشارجينج. مفيش فيشة، مفيش كابل، ولا اي فيلم من افلام الشحن دي. يعني باختصار العربية دي سيلف اندبندنت. أما البلاجن هايبريد فهي نفس الفكرة، بس البطارية أكبر بكتير وبتشحنها بالكهرباء من البيت أو من محطة الشحن، فبتمشي بالكهرباء لوحدها مسافة محترمة قبل ما البنزين يدخل في الصورة. يعني هنا الكهرباء هي الأساس والبنزين دوره مساعد أو احتياطي. السؤال اللي دايما بيتسأل لما بتشغل البلاجن، هل الموتور البنزين بيشتغل معاها ولا لأ؟ الإجابة هي لأ. طالما البطارية فيها شحن كويس العربية هتتحرك بالكهرباء بس، والموتور البنزين هيفضل نايم، يعني مش بيشتغل في وضع ايدل، ولا بيشتغل إلا لو دوست جامد أو السرعة عليت أو البطارية قربت تخلص. وبعض العربيات الحديثة البنزين فيها ممكن يشتغل للحظات عشان يحافظ على البطارية أو يسخن الموتور لو الجو ساقع، يعني تدخله بيكون محسوب. طيب إيه الوضع بالنسبة للريف؟ دي قصة مختلفة تماما. العربية دي كهرباء بالكامل والموتور اللي بيحركها كهرباء بس فيها موتور تاني بنزين صغير، دوره إنه مش يحرك العربية، دوره إن هو يشحن البطارية وهي ماشية، أكنه جنريتور يعني. فالبنزين هنا مش بيحرك العجل، موتور البنزين هنا بيعتبر الباور بانك بتاع العربية، يعني الصورة اللي كنا بنتريق عليها دي بس في العربية نفسها. باختصار الهايبريد بنزين ومعاه كهرباء، البلاجين كهرباء ومعاها بنزين، الريف كهرباء خالصة بس معاها بنزين كباور بانك. بعد بقى ما فهمت الفرق بين التلاتة، تقدر تقولي بقى مين اللي هيمسك السلك عريان؟